كشفت صحيفة أمريكية عن تعرض خطة ولي العهد محمد بن سلمان لضربة من الشركات الأجنبية التي تهرب تباعا من جحيم وقع السعودية وضعف بنية الاستثمار فيها. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الشركات الأجنبية تقوم بتقليص عملياتها وإلغاء خططها الاستثمارية في السعودية، مما يمثل ضربة قوية لخطط بن سلمان الذي تعهد عام 2016 ببناء صناعات جديدة بعيدا عن اعتماد المملكة على النفط. وأوردت الصحيفة حقائق عن توتر في تواجد شركات الأعمال الأمريكية في السعودية وشركات توجه ضربة لخطط بن سلمان، لأن الحكومة السعودية أزعجتها عندما أمرت بنقل مقرها الإقليمية إلى الرياض أو خسارة العقود الحكومية. وبحسب الصحيفة يشعر المستثمرون الأجانب بقلق متزايد على سلامتهم الجسدية، لا سيما وأن بعض الذين قبضوا عليهم في حملات بن سلمان المتعلقة بمكافحة الفساد المزعوم كانوا أجانب. وقال رجل أعمال أجنبي للصحيفة إنه احتجز وتعرض للتعذيب بعد أن قال علنا إن بعض قوانين العمل غير عادلة في السعودية. وقامت شركة مقاولات البناء الأمريكية بإكتال بإعادة المقاولين إلى دولهم بعد عدم تحصيل أكثر من مليار دولار من الفواتير المستحقة غير المسددة. كما تلاشت خطط شركة أبل بفتح متجر رئيسي وسط الرياض، فيما تراجعت مجموعة تريبل فايف عن بناء مجمع بمليارات الدولارات في المملكة. وفي السياق ذاته تعرضت شركة أوبر وجنرال إلكتريك وعدة شركات أجنبية أخرى في المملكة إلى رسوم ضريبية مفاجئة بلغت عشرات الملايين من الدولارات. كما اشتكت شركة جيليد للعلوم وبريستول مايرس وشركات أدوية أخرى لسنوات من سرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم. وقد تنازلت شركة دور السينما AMC عن السيطرة الأكبر لشريكها في الحكومة السعودية، فيما يعد الوضع أسوأ بالنسبة للشركات الصغيرة ورجال الأعمال الذين يمكن أن تتحول القضايا البسيطة لهم إلى محنة مؤلمة. وأكدت الصحيفة أن بن سلمان فشل في إزالة العوائق أمام الاستثمار الأجنبي، حيث لا تزال السعودية مكانا صعبا لممارسة الأعمال التجارية مع بيروقراطية بطيئة ونظام قانوني قديم وسجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان. وبحسب الصحيفة فإن بن سلمان يحاول معالجة أزمة السيولة في المملكة من خلال فرض ضرائب بأثر رجعي على عشرات الشركات الأجنبية الكبيرة العاملة في المملكة. وسبق أن أكدت السفارة الأمريكية في الرياض أن تفشي الفساد في السعودية، والذي يتورط به كبار أمراء ومسؤولي نظام عائلة آل سعود، يمثل عائقا كبيرا أمام جذب الاستثمارات الأجنبية. وأوردت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن سفارة واشنطن في الرياض حذرت السلطات السعودية من أن نظامها الضريبي وما يعانيه من فساد واحتيال قد يدفع الاستثمارات الأجنبية بعيدا. وذكرت الوكالة أن السفارة الأمريكية انتقدت سلطات الضرائب السعودية وحذرت من أن النزاعات مع الشركات الأجنبية مخاطرة بتثبيط الاستثمار في البلاد. وبحسب بلومبرغ فإن السفارة الأمريكية في الرياض وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى هيئة الضرائب السعودية، ورد فيها أن مسؤولي الضرائب في المملكة لديهم موارد غير كافية ويحتاجون إلى تدريب أفضل للتعامل مع القضايا المعقدة. وذكرت السفارة الأمريكية أن تجربة الشركات الأمريكية في المملكة كانت مخيبة للآمال، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور صورة السعودية كمكان جاذب للاستثمار، وستضع البلاد في مجال تنافسي خطير.